في القيام بحملات تأسيسية حول البيئة والأهمية ديال المحافظة على البيئة. فدار الشباب ديال الأنشطة من بينها هذا النشاط اللي كتحضر معنا فيه مجموعة ديال الجمعيات، منهم جمعية ليكسوس للسينما، جمعية محبي شباب العرائس ونوادي كرة القدم، جمعية ديال المحصحص للتنمية، لابيس، أيضا جمعية ديال صدى الشباب. أيضا كيحضر معنا هذا النهار جمعية ديال الرسالة للتربية والتفهيم، واللي ديما كيساهموا معنا في هذه الأنشطة اللي كتنظم دار الشباب. أيضا كتحضر معنا جمعية ديال قدماء تلاميذ وأصدقاء ثانوية المخرون. أيضا كتحضر معنا جمعية ديال الفاس الإسرائيلي اللي غالبا كتشارك في الأنشطة اللي كتنظمها دار الشباب. أيضا معنا جمعية ديال النظام واللي كتهتم بمجموعة ديال الأنشطة، من بينها أنشطة ديال كرة القدم. وما ننساوش الحضور ديال نادي هيئة السلام الأمريكية، الحضور ديال كل من بول وجون. هذا النهار غنستضيفو الدكتور سنان نور الدين. الدكتور سنان نور الدين هو رئيس الجمعية ديال لاميد، الجمعية المغربية للبيئة والتنمية. هو معروف بالمشاركة ديالو في هذا المجال، وأيضا كنطلبوا منه يسمح لنا لأن غالبا ما كنحرجوه باش يشارك معنا في هذا اللقاء. أظن بأن أحسن ما يمكن أن نفتتح به هذا اللقاء كما تعودنا ديما في دار الشباب، وغنفتتح هذا اللقاء بالآية الحكيم الأخ المقرئ بلال حفظ. ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم. كم الوكالة غابات أولمبيكا. ايش سمات غابات أولمبيكا؟ فين عارفة المعلومة؟ ايش سمات غابات أولمبيكا؟ شكون يعرف المعلومة؟ شكون علاش سمات الغابات أولمبيكا؟ ده شي واحد ما عرف. واحد
هي غاب لاح الصباح والطير صاح فوق الغصون بين البطاح يا نايم قوموا فلوا ودعوا المنام لا تكسلوا يا نايم لا تكسلوا لا تكسلوا اليوم الاحتفال يوم الأرض. هذا الاحتفال امتى بدا؟ الفكرة جات في 1970 في الولايات المتحدة الأمريكية. واحد المهتم بالشأن البيئي شاف بأن الأمور ماشية وهي كتدهور نظرا لأن يعني الضرر. وهنا خصني الأطفال يلتحقوا بزاف، يلتحقوا يقربوا شوية باش يسمعوا مزيان. قربوا. الضرر اللي دار، غنقول واحد الرقم، الضرر اللي دار في 50 سنة الأخيرة جميع المكونات ديال البيئة في 50 سنة الأخيرة أكثر من الضرر اللي دار نهار اللي خلق الله سبحانه وتعالى الكرة الأرضية. يعني في 50 سنة الأخيرة يعني واحد الدمار. لهذا الناس تنبهت ناقوس الخطر، قال ضروري داروا استراتيجيات، ضروري باش نوقفوا هذا النزيف. الامور بقات كتاخذ صبغه احتجاجيه، الاطارات ديال المجتمع المدني بداو كيخرجوا في احتجاجات الى اخره، حتى 1990 فين ولا هذا الاحتفال بهذا اليوم احتفال رسمي. وهناك داروا مؤتمرات بلا ما ندخل في التفاصيل اللي كيهمنا حنايا، ماشي في الامور النظريه اكثر، الامور التطبيقيه، باش نعملوا فكره على الامور فين كيفاش خدا الطريق ديالها، خصوصا عندنا في المغرب. المغرب حتى هو انخرط في هذه الديناميه ولا خاص استراتيجيه، لحقاش كاع الدول اللي ما مشاتش في الاتجاه المحافظه على الثروات البيئيه ديالها والمعطيات البيئيه والايكولوجيه ديالها مهدده بازمات، ما نقولوش ازمات غير طبيعيه، لحقاش الناس كتهضر الان على الاقتصاد الاخضر. يعني الناس عملت استراتيجيات، عملت تخطيطات، عملت مخططات في ظرف 2050، يعني في سنه 2050 وكاين مخططات ديال 2020 وصلتوا ديال 2050 بان ضروري يولي الاقتصاد الاخضر هو اللي غادي يعمل لنا التنميه، هو اللي غادي يحافظنا على الثروات البيئيه والايكولوجيه ديالنا. لهذا المغرب حتى هو انخرط. باش انخرط واحد الديناميه، ما عرفتش واش كاين اللي معنا اللي كان ساهم فيها، حيت واحد 3 سنوات وقع واحد النقاش على الصعيد الناس المغرب حتى هو بغى ينخرط فعليا وميدانيا، خلق واحد النقاش على الصعيد ديال الجهات ديال المغرب كامل اللي طرح واحد المشروع. هذاك المشروع تسمى الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة. من ديك حيت من دابا الفوق ما تبقاوش تسمعوا غير البيئة ماشي غير بوحدها، البيئة والتنمية المستدامة. شنو هي التنمية المستدامة؟ هي التعليم، هي التشغيل، هي الصحة، هي المحافظة على الثروات الطبيعية، لحقاش مرتبطين بجوج بهم، المحافظة على البيئة والتنمية. لحقاش هناك نقاش واش ننميو دولة ولا ننمو الاقتصاد ونهدموا البيئة، ولا نحافظوا على البيئة ونسمحوا في الاقتصاد. هنا فين جا النقاش من 1990 في اطار المؤتمرات الدوليه، سواء ريو دي جانيرو سواء ستوكهولم سواء النقاش كيفاش نديروا هذا التوازن بين ننميو القدرات الاقتصاديه ديالنا والمؤهلات الانسانيه ديالنا وظروف العيش نحسنوها للمواطنين ديالنا، وانما بدون الضرر بالمعطيات البيئيه والايكولوجيه ديالنا. هي فين هذا النقاش اللي كان تبلور على الصعيد الوطني وشاركوا فيه الفاعلين الحكوميين، يعني الحكومه المغربيه، وساهموا فيه المنتخبين، وساهموا فيه السياسيين، وساهم فيه المجتمع المدني، وكل واحد عطى الاراء ديالو. حنا في العرايش كنا ساهمنا في هذا، كنا نظمنا واحد اليوم دراسي في الكليه،
نهضروا له خبراء ديال البيئه، وعملنا خرجنا بتوصيات وعملناهم في ديك لو سيت، الموقع اللي عملوه الصاهرين على هذا المشروع، وفعلا كانت مساهمه، وفي الاخير خرج الميثاق اللي تقدم الملك البلاد. هي دابا الان عندنا واحد الوثيقه اللي هي الميثاق الوطني للبيئه والتنميه المستدامه، مازال لي زاريتي هما اللي معطلين باش يطلع الامور، يعني كل واحد يكون الا جينا المعطيات بالتفصيل. دابا هنا غادي نخاطب اكثر الاطفال اكثر والمؤطرين، نحاولوا نهضروا على قطاع بقطاع. البيئه ملي كنقولوا البيئه، وغادي نبدا بهذا الشيء اللي عندنا البيئه حنايا في وسط الغابه. نبداو بالغابات. حنا الله سبحانه وتعالى هاد البلاد حاباها بواحد المعطيات مناخيه وايكولوجيه فريده من نوعها، لا من ناحيه ديال المناخ، لا من ناحيه ديال المعطيات الى اخره. شحال عندنا تقريبا ديال، شكون اللي كيعرف شحال عندنا ديال الغابات في المغرب؟ مساحه الغابات في المغرب. انا ما نعملش امتحان، غير كنسولو اللي ما عرفش، ما كاين حتى شي اشكال. عندنا تقريبا في المغرب عندنا واحد 9.5 مليون 9.5 مليون هكتار اللي عندنا في المغرب، هو مما يمثل تقريبا واحد 12%. اللي 12% ديال المساحه المغرب، المساحه ديالو 12% مغطيه بالغابات. المعايير الدوليه كتقول واحد الاجيال القادمه الا بغينا نحافظوا لها على الموروثات البيئيه ديالها وعلى المعطيات الطبيعيه ديالها وعلى الدور ديال اللي كتكون الغابه، خصو يكون في حدود 20% من الغطاء الغابوي، 20% من المساحه ديال الدوله كيغطيها الغابه. حنا عندنا 12%. إلا عملنا 12% عندنا، وبالمشاكل اللي عندنا ديال الغابه، يعني الوتيره ديال تدمير الغابه، ملي كنقولوا عشوائيه، كاين المشكل في المطارح. حنا العرايش مثلا الا خدينا العرايش باش نقولوا فكره هذه كتيت بالغموره على هذا المطرح كنبدا بحال كيجيو حتى الناس اللي ساكنين هنا كيجيو بديك الميكات وديك الشيء حتى الاخر، من بعد دار مطرح اخر. شكون اللي كيجي المطرح؟ فين كيمشي الحكايه ديال العرايش؟ هذا اللي كنشوف هذا كيمشي الغابات والاخر. فين جا المطرح او الزباله؟ المطرح ديال العرايش مغديرة المكان ديالو قريب الغابات الوسطى. هذا هو اللي فيه كنسمع عنه قريب، حتى ملي زولوه من هنا داروه في واحد البلاصه اللي غادي الغابه، كلشي ضغط على الغابه. دابا هو الوقت اللي كانوا داروا رجع المناط اللي داروا ما كانوش الناس ساكنين. دابا الناس يعانوا ساكن تما، الناس ولا مطرح داخل الساكنه. يعني داكشي كيمشي في الغابه، كيمشي عند الناس الامراض. كتعرفوا بان الامراض اللي كيتسبب لها ديك النفايات خطيره. لماذا؟ باش يعلموا انا طبيب النفايات الطبيه اللي كتخلي امراض خطيره. النفايات الطبيه يكون التخلص من طريقه عقلانيه الى اخره. هاد النفايات كان الطيور